مفيش حد يقدر يعيش مطمن على كرامته وحياته واسرته الا الافراد في هذه المنظومات الثلاث. اولا منظومة الجهات السيادية، الحكومة، امن الدولة، المخابرات بانواعها. ثانيا منظومة العدالة، القضاء، النيابة، الشرطة. ثالثا منظومة الثروة. وفي الحقيقة المنظومة دي بتتعامل وتكاد تشتري المنظومتين دول. الناس دي بس هي اللي بتقدر تنام وهي مطمنة ان محدش هيقدر يأذيها ولا يبوظ لها حياتها. ولذلك نقدر نسميهم الفئات الآمنة إلى يوم الدين. أما اللي زينا حيا الله علماء، دكاترة، مدرسين، فإحنا مرشحين في أي لحظة ناخد بالجزمة. لا قيمة لنا في هذا الوطن اللي أصبح وطنهم هم، وإحنا بقينا لاجئين عندهم.